جا حكم صادم. صدمنا حنا، صدم الوالده، العائله، كلشي. داك الشيء اللي دوزنا العام الاول وهذاك الشيء باش ناخذوا الحكم ديالنا، باش ناخذ الحكم، باش ناخذ النفس ديالي انا، باش غادي تقول هذيك مده 3 سنين ولا هذه البنت تاخذ الحق ديالها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، تحية للجميع. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. ولا كنتي أول مرة كتشوف القناة، كنتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم أي جديد. إخواني أخواتي، في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالطفلة سناء تيفلت التي لا زال يطالب بإنصافها. هاد الطفلة هذه اللي العمر ديالها في حدود 12 سنة تم اغتصابها من قبل 3 أشخاص بشكل متكرر، نتج عنه حمل وولادة طفل يبلغ اليوم من العمر 1 و3 أشهر. هاد الطفلة سناء اللي أثارت الرأي العام وبعض الجمعيات وحتى وزير العدل نفسه عبد اللطيف وهبي كان أدلى وعبر عن الصدمة ديالو على الحكم الصادر في حق المتهمين اللي كانوا اغتصبوا الفتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهتك عرض نتج عنه حمل. هاد التصريح ديال عبد اللطيف وهبي بطبيعة الحال لم يمر مرور الكرام. هناك تدخل من رئيس نادي قضاة المغرب الذي عبر عن استيائه من تعليق وزير العدل، حيث دخل عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب على خط تصريح عبد اللطيف وهبي حول الحكم الذي أصدرته أخيرا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في حق 3 أشخاص متهمين باغتصاب الطفلة سناء والتسبب في حملها، والقاضي بإدانتهم ب2 سنين حبسا لكل واحد منهم، معتبرا بأن هذا التصريح يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء. رئيس نادي قضاة المغرب قال في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب على الفيسبوك أن خروج وزير العدل بتعليق يقيم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء، باعتباره مسؤولا حكوميا يمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور، كما يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهول الفصل 109 منه. وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن قضاة الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية. قضاء الدرجة الثانية هو محكمة الاستئناف، ثم محكمة النقد من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية. يعني حتى القضية لو وصلت النقد والإبرام أن دوك الناس كيشوفوا غا واش المسطرة مشات هي هذيك أو فيها شي تجاوزات، أنا داك إلا كان شي تجاوز كترجع، كانت القضية عادية راه كتمر كما تنقول. ولكن الحكم اللي صدر في حق المتهمين عامين، يعني الشخص الذي ثبت يعني نسبه للطفل، فكان الحكم يعني 2 سجنا نافذة. أما الشخصين الآخرين فكانت 2 8 أشهر سجن نافذ و6 أشهر موقوف التنفيذ أي سورسي. كما قلنا هذاك الحكم اللي ما عجبش حتى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اللي كان قال أنه صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء مدينة تيفلت الصادر مؤخرا. العائلة بطبيعة الحال تعيش مأساة كبرى وتنتظر إن شاء الله أن يكون الاستئناف جيد. كان الأب ديالها دلا بواحد التصريح وقال بأن الحكم اللي صدر في الابتدائي صدمهم كأسرة،
كنا ننتظر حكما منصفا يجعلنا نسترجع أنفاسنا ونمنح ابنتي حقها، لكن صدر. ولكن هما منين جات عندهم واحد اللجنة من وزارة العدل طمأنوا إلى حد ما وقالوا ربما الاستئناف سيكون شكل ثاني. هذه المسألة. ففيما يتعلق بالاستئناف، حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط يوم الخميس 6 أبريل موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف اغتصاب الطفلة سناء من طرف 3 متهمين والتي وضعت مولودا. أكدت الخبرة الجينية أنه يعود لأحد المتهمين بنسبة 99.99%. وهذا الشخص هذا اللي ثبت في حقه بأن الطفل يعني الابن ديالو، وبنفسه دار التزامات ديال الاعتراف بالبنوة ديال الابن ديالو. وأثار الجدل بشأن الحكم المخفف الصادر في حق مغتصبي الطفلة سناء بتيفلت، حيث أكد منتدى فتيات المغرب أن القضاء بهذا الحكم المخفف قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هذه الجرائم الشنعاء. وقال المنتدى أنه تلقى ببالغ الأسى وعميق الاستياء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات محكمة الاستئناف بالرباط، والذي عقبت من خلال 3 وحوش بشرية اعتدت على طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة ب2 حبسا. حتى هذا المنتدى ديال فتيات المغرب هو استاء لهذا الحكم. وعدد كثير من المتتبعين لهذه القضية ديال الطفلة سناء أنهم كيبان لهم بأن الحكم جد مخفف، 2 اغتصاب طفلة لا تتجاوز العمر ديالها 12 سنة، وخصوصا أنهم 3 أشخاص، ليس واحد مثلا كان تعدى، رغم أنه واحد فيه يجب المعاقبة. ولكن هناك مسألة أخرى هو مسطرات قانونية، كما قال رئيس نادي القضاة أن المسألة لا يصدر أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا. الحكم الابتدائي كيبقى على الأدلة والبراهين اللي تحطت قدامه. فلا هذا الشيء علاش كاين الاستئناف وكاين النقد والإبران. بطبيعة الحال العائلة كنا تعيش مأساة كبرى، مصدومة من الحكم الصادر، لأن الأب كيقول على الأقل كان تيشوف كنعرفوا دائما كنسمعوا أن الأحكام ديال الاغتصاب خص قاصرة أنها تكون 5 سنوات وما فوق. عندما نستمع إلى أقل من 5 سنوات فهنا كتدور تساؤلات كثيرة جدا، وخصوصا أن الطفلة ربما كان في العمر ديالها 11 سنة، ربما الآن 12 سنة وشي حاجة، وهي الآن بين ذراعها ابن يبلغ من العمر 1 عام و3 شهور. الله يدير تاويل الخير وخلاص، والله يهدينا. إخواني أخواتي، كان هذا الفيديو ديال اليوم. ما تساوناش من الآراء ديالكم والتعليق ديالكم في هذا الموضوع ديال الاغتصاب ديال القاصرات وهذه الأحكام، لأن شلنا الحكم الصادر في الأخ ديال بكريشة اللي كان حتى هو في الأول 6 أشهر فقط، ومن في الاستئناف رجع 2 سنين ولم ترضي العديد من المتتبعين القضية بحكم أن حتى آية لا زالت قاصر. إذا هنا كيبان لك ربما الأحكام، ربما الحكم لديه قوانين وفصوله، وربما المواطن العادي كيحكم بالعاطفة، وكل واحد كيبان له منظور. ما تنساوش كما قلنا من الآراء ديالكم، البصمات ديالكم والبارطاج إن أمكن. أستودعكم الله.